اليوم إن شاء الله بدي أغير تصميم بيت الإمارات اللي عندي. طبعا هذا البيت صار لي فترة طويلة ما غيرت تصميمه أبدا أبدا، لهيك صار وكأنه ممل بالنسبة إلي. لازم اليوم إن شاء الله إني أغير تصميم البيت كليا لحتى ما أحس بالملل. هذا البيت هو أقوى وأضخم بيت بالقرية كلها. طبعا في بيوت مصنوعة من الذهب، في بيوت مصنوعة من الدايموند، ولكن ما في ولا بيت مصنوع كليا من الإمارات غير بيتي أني. طيب بسم الله، لازم اني اسوي هذا الشيء، ولكن شنو بحتاج؟ اول شيء بحتاج مهندس. لازم اني اجيب مهندس لحتى يسوي لي هذا الشغل. يلا لازم اني ادور لي مين مهندس. اللي قال مهندس؟ وات؟ منو هذا اللي يتكلم الحين؟ والله ما ادري. وات؟ منو هذا؟ شنو كان عم بيسوي هني جنب بيتي؟ يا صديقي، هي انت شنو كنت عم بتسوي هني جنب بيتي؟ انت عم تدور مهندس صحيح؟ اي والله صحيح، قلت ان بدي مهندس، ولكن منو حضرة جنابك وليش كنت هني واقف جنب بيتي؟ أنا هو المهندس اللي بده يشتغل لك الشغل إن شاء الله. وات؟ وانت مهندس؟ لكن انا بحياتي ما سمعت عنك وبحياتي ما شفتك، شلون عم تقول انك مهندس؟ اسمح لي أقدم لك نفسي قبل كل شيء. أنا هو أقوى وأكبر مهندس بكل العالم. أنا بصراحة مستغرب أنت شلون ما سمعت عني من قبل. والله هي اول مرة بحياتي بسمع عنك وبشوفك. شلون عم تدعي انك اقوى واكبر مهندس بالعالم؟ لك ما في ولا واحد يعرفك اتوقع. لا تحكم علي الحين، انتظر لحتى أخلص شغلي قبل كل شيء. ماشي، ايه كلامك صحيح. يلا ما راح احكم عليك الحين، راح انتظر لبين ما تخلص الشغل، وبعدين راح نشوف اذا انت اقوى مهندس بالعالم مثل ما تدعي او لا. ماشي، خليني قبل كل شيء اشرح لك وبقول لك اني شنو بدي اياك تسوي بالبيت بالضبط. لا 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 لا، لا تشرح لي أي شيء ولا تقول لي أي شيء. شلون راح تشتغل الشغل بدون ما اعطيك التعليمات؟ ما بدي تعليمات، أنت راح تشوف بنفسك شنو راح أسوي. راح أشتغل لك شغل بحياتك ما شفته. ماشي يا أخي، والله هذا عنده ثقة كبيرة بنفسه. أوكي ماشي، إذا ما بدك تعليمات ما في أي مشكلة، تقدر إنك تشتغل لحالك وراح نشوف شنو اللي راح يصير إن شاء الله. يلا تقدر إنك تبتدي شغل، يلا. انتظر لحظة، في شيء ثاني ما تكلمنا عنه. شنو؟ أتوقع إن تكلمنا بكل شيء خلاص. كم بدك تدفع لي مقابل هذا الشغل بالضبط؟ والله ما أدري بصراحة، ما تعاملت مع مهندسين من قبل. بس أنت كم بدك بالضبط مقابل شغلك؟ ما راح أطلب من عندك كثير، أعطيني 10 استكات إمرد كافي. 10 استكات إيميرالد؟ أنت شنو عم بتقول؟ انت بدك تغير تصميم البيت، مو بدك تبنيه من اول وجديد. شنو هاي 10 استكات؟ يا أخي لا تحكم علي الحين، قلت لك بعد ما أخلص الشغل راح تقول إني أستاهل 10 استكات. اوكي ماشي، بصراحة يعني ما ادري اذا هذا السعر مبالغ فيه او لا، ولكن ماشي. طيب انا راح اعطيك 10 استكات، يلا خلص شغلك وبعدين راح اعطيك فلوسك باذن الله. لا لا لا، لازم إني أخذ فلوس الحين لحتى أبتدي شغلي. لا تخاف، أنا ما بدي أضحك عليك أو أنصب عليك، بإذن الله راح أعطيك فلوسك على آخر حبة. يلا ابتدي وبعدين راح أعطيك. آسف والله، هذا هو القانون، لازم إنك تدفع بالأول. ماشي يا أخي ماشي، يلا انتظرني هني ثواني، راح أجيب لك الفلوس وراح يرجع. لا تطول، ترى في عندي أشغال أخرى عم تنتظرني. لا ما راح أطول إن شاء الله، بس ثواني وراح يرجع. أوكي تمام، يلا عم بيقول إنه بده 10 استكات إمرالد لحتى يبتدي الشغل. بس بصراحة هذا السعر مبالغ فيه، وبنفس الوقت بده ياخذ فلوسه مسبقا. يلا على كل حال راح ادفع له وراح نشوف اخرتها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وهي 10 استكات. يا الله شوفوا، والله تقريبا نص الصندوق. بس يلا شنو طالع بيدينا نسوي؟ لازم اني اغير تصميم البيت. ماشي يا عم المهندس، يلا امسك استاك 2 3 4 5 6 7 8 9، وهي 10 استاكات. اوكي الحين بعد ما اخذت فلوسك اتوقع انك تقدر تبتدي شغل، صحيح؟ صحيح، يلا الحين راح تشوف بنفسك شنو راح أسوي. طيب ماشي يا اخي، كافي فهمنا انك انت احسن مهندس بالعالم. يلا تقدر انك تبتدي شغلك. أنت ليش عم تضرب؟ لا اسف والله اسف يا اخي، انفعلت اسف. طيب ماشي، الله يساعدك، انا راح اجلس هني بالطريق وراح اشوفك شنو بدك تسوي بالضبط. طيب تقدر تخرس بخليني أشوف شغلي. ماشي يلا روح. طيب راح اجي لهذا المكان وراح اراقبه بشوفه شنو وات؟ هاي شنو يا مهندس، هي انتظر. انت شنو عم بتسوي؟ ليش عم بتكسر البيت؟
لو سمحت لا تعطلني أكثر من كذا. شنو عم بعطلك يا اخي؟ انا عم بشوفك قاعد تكسر لي بيتي، انت فهمت الموضوع غلط. انا قلت لك بدي اياك شو اسمه تغير تصميم البيت مو تكسره. قلت لك هذا الكلام من قبل شوي، لا تحكم علي قبل ما أخلص شغلي، فهمان؟ اوكي ماشي يلا ما راح احكم عليك الحين. ماشي سوي اللي بدك اياه. الحين يلا روح. يلا طيب ماشي. عم بيقول لي انه ما احكم عليه غير بعد ما يخلص الشغل، ولكن بصراحة شغله غريب جدا. قاعد يكسر جدران البيت. مو هذا هو الشيء اللي طلبته منه، انا طلبت منه انه يغير تصميم البيت بس. يلا يمكن انه عم بيسوي تصميم مختلف لهيك عم بيكسر الجدران. الله يستر بس. طيب والله بصراحة ماني قادر انتظر، او ما في عندي صبر، بدي اشوف التصميم النهائي اللي راح يصير عليه البيت ان شاء الله بعد ما يخلص شغله. ماشي عم بيكسر الحين الجدار اللي موجود بعد من هذاك المكان. يا الله، اتوقع انه بده يكسر جميع جدران البيت ولا انا غلطان؟ والله ما ادري، ممكن. شنو عم بيسوي هذا؟ جاي صوبي؟ اي والله. اسمع يا ولد، تفضل. هلا والله، شنو بدك؟ أنا جوعان، روح جيب لي شيء آكله. جوعان؟ لك انت شنو اشتغلت؟ لك بشتغلت حتى دقيقتين، شنو جعت بهي السرعة؟ يلا قلت لك جيب لي أكل لحتى أشتغل أسرع. ماشي بدك اكل؟ يلا ثواني راح اجيب لك اكل، اصلا انا عندي اكل بالبيت. يلا روح جيب، خليني أكمل شغلي. ماشي يلا راح اجيب لك اكل. والله يا اخي اشتغل دقيقتين حس بالجوع. شنو هذا المهندس بعد ما اخذ 10 استكات امرض وفوق هذا كله بده ياكل كمان؟ يا الله. طيب على كل حال شنو عندي بهذا الصندوق؟ لحظة خلينا نشوف الأكل. طبعا هذا صندوق الفلوس. لحظة، هذا صندوق الأكل عندي. يلا راح أخذ له لحم. يلا ناخذ له لحم وناخذ له بعد خبز. تمام، ناخذ له خبز وناخذ له مي. يلا أتوقع أن هي وجبة راح تعطيه طاقة لحتى يشتغل. ماشي عم المهندس، ماشي الله يساعد. لحظة تعال. أوكي يلا امسك لحم خبز ومي. يلا امسك، هاي وجبة راح تعطيك طاقة جبارة بعد. شنو هذا اللي جايب لي إياه؟ يلا امسك. ليش عم يرجع علي الاكل؟ هاي شنو؟ ايش فيك؟ ليش رجعت علي الاكل؟ شنو صاير؟ بدي تفاح ذهبي، أنا ما باكل هذول الأشياء. تفاح ذهبي؟ ماشي يلا اسف. يلا راح ارجع هذا الاكل وبجيب لك تفاح ذهبي. يلا بسرعة لا تطول. يلا تمام. عم يشرط علي بعد. يا الله ماشي. خليني بس ارجع كل هذا الاكل هني. لحظة، راح ارجع كل هذا الاكل هني، راح اخلي بس المي وراح اخذ له تفاح ذهبي. يلا مو مشكلة يا اخي، اصلا في الاول والاخير يعتبر وكأنه ضيفي. يلا يا عم المهندس، يلا مو بدك تفاح ذهبي؟ امسك. يلا هذا التفاح الذهبي وهي المي. يلا اوكي. الحين اتوقع اني بقدر ارجع لمكاني، صحيح؟ ماشي بس خليك قريب، ممكن إني أحتاج أشياء أخرى. ماشي اذا احتجت اي شيء انا موجود قدام البيت بالضبط. طيب يلا لا تعطلني. يلا ما ادري شنو هذا المهندس وليش عم يتعامل معي بهي الطريقة. وقف شغل وصار ياكل. يا الله. يلا على كل حال مثل ما قال هو بالضبط، ما راح احكم عليه غير لما يخلص شغله. بس كسر الجدار الاول وكسر الجدار الثاني وحاليا قاعد يكسر الجدار الثالث. لساته عم ياكل. هذا امتى راح يرجع يشتغل؟ اوكي اخيرا رجع يشتغل. تمام، بس لحد الحين قاعد يكسر بلوكات الإمرالد. يلا على كل حال أنا شنو بدي أسوي؟ راح أنتظره أكثر وأكثر. يلا تمام. أتوقع إنه خلص تكسير الجدار الثالث. لحظة، والله خلص تكسير الجدار الثالث. ودخل للجدار الرابع، عم بيكسر بعد الواجهة الأمامية للبيت. شنو اللي عم بيصير؟ يا الله شوفوا، خلى بس السقف. والله ما أدري يا أخي، هذا الشغل بصراحة غريب، أول مرة بشوف شغل مثل هذا الشغل. أخذ كل بلوكات الإمرالد. طيب وبعدين شنو بده يسوي بالضبط؟ اجي لعندي. اسمع يا ولد، أنا صار لازم إني أروح الحين. تروح؟ وين بدك تروح؟ إن شاء الله خير. شنو بدك؟ ليش بدك تروح؟ لسه ما كملت شغلك. في عندي شوية مواد راح أروح أجيبها وبعدين برجع. مواد شنو؟ مواد بحتاجها لحتى أكمل شغل. طيب راح أروح أني أجيب لك المواد وبعدين ارجع، أنت ظل هني. لا أنت ما راح تعرف تختارها، أنت مانك مهندس. ماشي، بس بترجاك لا تطول، يعني أنا خايف إنه يجي الليل وما بلقى وين أنام، يعني لازم إنك تخلص الشغل اليوم قبل ما يخلص النهار، فهمت علي؟ لا تخاف، أمورك كلها تمام إن شاء الله. إن شاء الله. يلا ماشي، تقدر إنك تروح. راح انتظرك بهذا المكان. يلا السلام عليكم. مع السلامة. طيب ماشي. بده يروح يجيب شوية موارد وبعدين راح يرجع. أوكي، لكان الحين خليني أنا بس أشوف شنو اللي صار بالضبط.
كسر كل الجدران، الواجهة الأمامية والخلفية وعلى اليمين وعلى الشمال، كسر كل شيء. لحظة، في أغراض هني طاحت، لحظة واحدة بس خليني أخذها. أوكي تمام، الحين أتوقع فهمت، بده يغير تصميم جدران البيت. والله إنه مهندس ذكي بصراحة. أتوقع إني قبل شوي تسرعت وحكمت عليه قبل ما يخلص شغله، بس أني الحين كأني ابتديت أفتهم هو شنو بده يسوي بالضبط. والله يا أخي شيء خرافي. ماشي، خليني بس أحط أغراضي بهذا الصندوق. لحظة واحدة بس، رح يجي هذا الصندوق بحط كل أغراضي. تمام التمام. رح انتظر إن شاء الله لبين ما يجيب المواد اللي قال عليها ويرجع لحتى يخلص شغل إن شاء الله. طيب أنا جعت بصراحة. وات؟ وين بقية الفلوس اللي كانت بهذا الصندوق؟ وين الأكل؟ وين التفاح الذهبي وأكلي؟ وين الإيمرالد؟ لحظة واحدة بس، أنا متأكد إن الإيمرالد كله كان بهذا الصندوق والأكل كله كان بهذا الصندوق. بس ما في أي شيء الحين. مستحيل إنه يكون في شخص أخذ هاي الموارد غير هذاك المهندس، لأني بس أنا وهو موجودين بهذا المكان وجنب البيت. لحظة 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 لحظة، وأني بعد خليته يكسر كل الإمرض اللي بالبيت ويروح. يعني أني متأكد الحين إن هذاك المهندس هو حرامي. إي والله، ليش؟ لأنه سرق كل الأكل والفلوس اللي عندي، وأني مثل الغبي تركته يكسر جدران البيت المصنوعة من الإمرض ويأخذها. يعني أني الحين صرت متأكد 100% إن هذاك المهندس ما راح يرجع أبدا أبدا، وهو مجرد حرامي أخذ من عندي كل شيء وبعدين هرب. شنو هاي الورطة يا أخي اللي طاحت على راسي؟ بس يلا خليني أنتظر شوي، يمكن لعل وعسى هذاك المهندس يرجع وما يكون حرامي. يا رب. خلص اليوم وغربت الشمس، ولحد الحين هذاك المهندس ما رجع أبدا أبدا. يعني خلاص مستحيل إنه يكون في خيار ثاني. هذاك المهندس هو نصاب وحرامي، كسر كل جدران البيت وأخذها، وفوق هذا كله بعد سرق لي فلوسي وأكلي. أني شلون بتعامل مع شخص مجهول؟ هاي كلها غلطتي أني هو الغبي. ما كان لازم إني أتعامل مع شخص مجهول وما بعرفه من قبل.